هل يمكن أن نتخيل أن نسير فوق أرض عادية ولا ندري أن تحت أقدامنا مباشرة؟ توجد مدينة كاملة، مدينة عمرها آلاف السنين. بالضبط، هذا ما سنستكشفه اليوم، مدينة ديرينكيو الغامضة تحت الأرض في تركيا. سنعتمد في حديثنا على ما جاء في تقرير وثائقي مفصل عنها، محاولين فهم أسرارها. هي مدينة فريدة فعلاً، تقع في وسط تركيا، والمدهش أنها ليست مبنية، بل منحوتة بالكامل في الصخور البركانية، صخور الطوفة. والعمر التقديري لها؟ التقديرات تشير لبدايات تعود لأكثر من 5000 عام، لكنها ظلت سراً دفيناً حتى وقت قريب جداً. نعم، حتى عام 1963، أليس كذلك؟ صحيح، واكتشافها كان قصة بحد ذاتها. بالصدفة تماماً، شخص كان يرمم منزله، يهدم جداراً في القبو، وفجأة يظهر أمامه ممر غامض. لم يكن يعلم أنه سيقود لواحد من أكثر الاكتشافات الأثرية إثارة للحيرة في العالم. إذن ما الذي وجده بالضبط؟ ما كشف عنه حتى الآن هو 18 طابقاً تحت الأرض. 18 طابقاً، نعم، تمتد لعمق يصل أحياناً ل85 متراً. ليست مجرد كهوف، بل مدينة متكاملة البنية، قادرة على استيعاب عدد كبير من الناس. يقدر أنها كانت تتسع لحوالي 20,000 شخص. 20,000؟ نعم، بالإضافة لمواشيهم ومؤنهم. هذا مذهل. كيف كانت الحياة ممكنة في هذا العمق؟ بدون ضوء شمس. التقرير يصف وجود كل شيء تقريباً، غرف نوم، مطابخ، أماكن يبدو أنها كانت مدارس أو دور عبادة، مخازن، حتى اسطبلات. والأهم طبعاً الهواء. كيف كانوا يتنفسون؟ هنا تظهر البراعة الهندسية. نظام تهوية معقد جداً. كيف يعمل؟ يعتمد على آبار تهوية عمودية عميقة جداً، بعضها يتجاوز عمقه 50 متراً. كانت تخترق الطوابق وتضمن وصول الهواء النقي. وشبكة أنفاق تربط كل هذا ببعضه. تماماً، أنفاق وممرات واسعة تربط الغرف والطوابق، وهناك اعتقاد أنها ربما كانت متصلة بمدن أخرى مشابهة تحت الأرض. طيب، هذا يطرح أسئلة كبيرة. أولاً، كيف بنوها بهذه الدقة قبل آلاف السنين، بأدوات يفترض أنها بدائية؟ هذا سؤال جوهري. الدقة الهندسية في الحفر والتصميم مذهلة فعلاً بالنسبة للعصر المفترض. والسؤال الأهم ربما، لماذا بنوا مدينة بهذا الحجم تحت الأرض؟ لماذا العيش في الظلام؟ الفرضية الأكثر شيوعاً، والتي يدعمها تصميم المدينة الدفاعي، هي أنها كانت ملجأ. ملجأ من ماذا؟ ربما من غزاة أو حروب متكررة في المنطقة، أو حتى كوارث طبيعية، تقلبات مناخية عنيفة مثلاً. والأبواب الحجرية الضخمة التي تغلق الممرات؟ نعم، تلك الأبواب المستديرة الثقيلة التي لا يمكن فتحها إلا من الداخل هي دليل قوي على استخدامها كحصن دفاعي. حسناً، لنفترض أنها كانت ملجأ. هذا يقودنا للغز الأكبر. لماذا هجرت؟ ولماذا يبدو الهجر مفاجئاً وجماعياً؟ هذا هو بصراحة الجزء الأكثر غموضاً وإثارة للحيرة في قصة دارينكيونكو. لا يوجد أي دليل على السبب؟ لا شيء واضح، لا علامات حرب أو دمار شامل داخل المدينة، لا آثار حريق كبير أو كارثة طبيعية واضحة، ولا حتى مقابر جماعية تشير لوباء مثلاً. لا يوجد شيء من هذا القبيل. كل شيء يبدو سليماً نسبياً. الأمر أشبه بأن السكان ببساطة غادروا فجأة وبشكل جماعي ومنظم؟ هكذا يبدو الأمر. تركوا وراءهم هذه المدينة المعقدة دون أي تفسير، دون نقش واحد يوضح السبب. والعلم الحديث، لا توجد إجابة حتى الآن؟ يقف حائراً أمام هذا الفراغ في الأدلة. لا يوجد تفسير علمي حاسم لهذا الهجرة الجماعي والمفاجئ. وهذا الغياب للتفسير هو ما يفتح الباب لنظريات أخرى ربما أقل تقليدية؟ نعم، التقرير الوثائقي يشير إلى أن هذا الغموض دفع البعض لطرح فرضيات أخرى. مثل ماذا؟ هناك من يعتقد أن بناء مدينة بهذا التعقيد قد يتطلب معرفة تتجاوز قدرات العصر،
مما يلمح لوجود حضارة مفقودة متقدمة ربما أشرفت على البناء، وربما اختفاؤها مرتبط بالاختفاء الغامض للسكان. وهناك فرضيات أكثر غرابة ربما؟ التقرير يذكر أيضاً كمجرد طرح فكرة وجود نوع من الطاقة غير المألوفة أو ظاهرة غريبة في الموقع دفعت السكان للهرب. ولكن يجب التأكيد أن هذه مجرد تكهنات. تماماً، يجب التشديد على أنها فرضيات، لا يوجد دليل علمي يدعمها، وهي ناتجة بشكل أساسي عن صعوبة تفسير ما حدث بالأدلة المتاحة. إذن ديرينكويو تبقى لغزاً عميقاً محفوراً في الصخر، شاهد صامت على فصل غامض من تاريخنا. قصة شعب بنى هذا الملاذ الهائل ثم اختفى منه فجأة، أمر يثير الدهشة والتساؤل فعلاً. ويتركنا مع سؤال أخير يطرحه التقرير للتفكير. نعم، وهو إذا كانت مدينة بهذا الحجم والتعقيد قادرة على استيعاب 20,000 شخص ظلت مختفية لآلاف السنين ولم تكتشف إلا بالصدفة، فكم من الأسرار المماثلة وكم من المدن الأخرى قد تكون لا تزال مدفونة تحت أقدامنا، تنتظر من يكشف قصصها المنسية.